في يوم من الايام خسر الاهلي، الدنيا اتقلبت والسوشيال ميديا ولعت، الزملكاويه بيشتموا والاهلاويه يردوا، الشتيمه بشتيمه اقوى. الناس نسيت الاخلاق ونسيت انها بتتكلم عن كوره. ايوه، كوره لعبه مش حرب مش دين مش وطن. لعيبه بياخدوا ملايين سواء كسبوا او خسروا، بيركبوا عربيات فارهه وبيسافروا على حساب النادي، ومش هيفكروا فيك لو ما شجعتهمش ولا حتى شتمت عشانهم. لكن انت اللي قاعد بتشتم في اخوك عشان بيشجع فريق غير فريقك، انت اللي بتشيل ذنب وبتخسر ناس وبتكسب سيئات على الفاضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. طيب انت مؤمن بتحب ربنا بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ازاي تسمح لنفسك تشتم وتغلط وتسخر؟ قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. سورة الحجرات. مين عارف، يمكن اللي بتشتمه عنده قلب انضف منك وعند ربنا احسن منك. وانت اهلاوي وانت زملكاوي، بلاش نبقى عبيد لشعار وننسى اننا اخوات في الدين وفي البلد وفي الهموم. تعال نبص حوالينا، ناس بتموت في الحروب، اطفال جعانه، شباب بيدور على لقمه العيش، وانت قاعد بتشتم عشان ماتش كوره. الكوره بتخلص لكن الكلام الوحش بيفضل في القلوب، والذنب مكتوب في صحيفتك ليوم القيامه. لو بتحب فريقك شجعه باخلاق، ولو خسر قول قدر الله ما شاء فعل. افتكر دايما انت مش لعيب في الملعب، انت انسان في الحياه، وهتتحاسب على كلامك مش على النتيجه. شارك الفيديو وخد ثواب، دل على الخير كفاعله. لو نفسك تشوف مصر احسن وقلوب الناس انضف، وخلي الرياضه رياضه مش معركه. في رعايه الله.